هم ازاي اكتشفوا البن اليمني؟ طبعا كلنا بنشرب البن اليمني او البن البرازيلي، بس النهارده هنتكلم عن البن اليمني. بيقولوا كان في راعي غنم اسمه خالد. خالد ده كان عنده معيز وعنده خرفان وعنده غنم. كانوا كل ما ياكلوا من شجرة معينة يجي لهم نشاط او يجي لهم طاقة. فابتدى يلاحظ الشجرة ديت. فابتدى يجيب هو الورق بتاعها اللي هي شجرة القهوة، وابتدى يغليه، فابتدى يحس بطاقة. فابتدى من هنا بقى الناس تحمص الورق ده ويبيعوه، وابتدى من هنا طلع البن اليمني. الفكرة في الموضوع ان البن اكتشفوه بالصدفة في اليمن، وان ممكن حاجة بسيطة مجرد اللي انت لاحظتها وقعدت متابع معاها ربنا سبحانه وتعالى يديك بسببها خير كبير جدا. فتخيلوا لولا الغنم اللي هو اكتشف القهوة ده ما كانش هيبقى عندنا بن يمني لحد النهارده، او ما كناش نعرف ان البن ده شيء بيصحي وبيخلي الانسان اكثر نشاطا، خاصة ان احنا في رمضان محتاجين بن. فما تستهونش بالحاجات البسيطة، ما تستهونش بالاشارات البسيطة. دايما راقب الاشارات البسيطة دي، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون باعت لك خير كبير جدا من خلالها.